اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، معاكم ريكتر من قناة ريكتر دازت. والنهاردة هنتكلم عن 6 شخصيات من اخطر الشخصيات المريضة نفسيا في عالم الدراما. الشخصيات دي كلها قتلة متسلسلين او مجرمين خطيرين، وكل واحد فيهم عنده اضطراب نفسي او عقدة خلته يعمل جرايمه. هنعرف حكاية كل شخصية وخلفيتها وايه اللي حولها لكده، وفي الاخر هنرتبهم من حيث الخطورة من الاعلى للاقل. حضروا نفسكم لحكاية مرعبة جدا، ويلا بينا نبدأ. نبدأ بجو جولدبرج من مسلسل يو. جو هو شاب هادي ورايق ظاهريا، لكن في الحقيقة عنده جوانب مظلمة جدا. عنده على الأغلب اضطراب شخصية معادية للمجتمع، يعني باختصار سايكوباتي. وعنده هوس مرضي بالحب والتملك، بيتعلق بأي حبيبة بطريقة مرعبة، وبيبقى مستعد يشيل أي حد من طريقه بأي شكل بما فيهم القتل، عشان يحافظ على علاقته ويحقق نظرته عن الحب المثالي. طب ازاي وصل للمرحلة دي؟ جو مر بطفولة قاسية جدا. أبوه كان شخص عنيف ومؤذي، وفي مرة الأب كان بيضرب الأم بعنف قدام جو الطفل. فما كان من جو إلا إنه دافع عن أمه بالسلاح وقتل أبوه وهو لسه صغير. بعد الحادثة دي أمه تخلت عنه لمؤسسة رعاية لأنه ما كانش في بيئة صالحة حواليه. جو كبر في دار أيتام، وبعدين اشتغل في مكتبة عند راجل اسمه موني. صاحب المكتبة علمه القراءة وحب الكتب فعلا، لكن برضه استخدم طرق عنيفة في تربيته. كان بيحبسه في قفص زجاجي تحت المكتب كعقاب وتأديب. كل التجارب الصادمة دي زرعت في جو فكرة إن الحب بيساوي التملك، وإن أي تهديد للحب بيتحل بالعنف. باختصار، جو ما اتولدش مجرم ولا مختل، إنما حياته المؤلمة هي اللي صنعت منه كده. تراكم الصدمات من طفولته هو اللي خلاه شخص مهووس وعنيف بيستخدم القتل كحل أخير لأي عقبة في طريق حبه. تاني شخصية معانا وهي ديكستر مورجان من مسلسل ديكستر. ديكستر قاتل متسلسل عنده ميول سايكوباتية زي جو من ناحية البرود وعدم الشعور العاطفي الطبيعي، لكنه مختلف في حاجتين. أولا، هو عنده مبدأ، وهو إنه ما يقتلش غير المجرمين الأشرار تحت مسمى قانون هاري. وثانيا، هو بيعتبر نفسه بيحقق نوع من العدالة بطريقته المريضة. في النهار محلل بقع دم في شرطة ميامي، وفي الليل بينفذ عدالته بإيده. سبب الحالة الفريدة لديكستر برضو بيرجع لطفولته. هو حرفيا مولود في الدم، وهو عنده حوالي 3 سنين شاف أمه بتتقتل وتتقطع قدامه داخل حاوية شحن، وقعد يومين غرقان في دمها قبل ما الشرطة تيجي تنقذه. الصدمة الرهيبة دي خلت الطفل يفقد براءته تماما. الشرطي اللي أنقذه واللي هو هاري مورجان تبناه، وبعد ما لاحظ ميوله العنيفة قرر يوجهها بدل ما يقضي عليه. علمه قانون إنك ما تقتلش غير المجرمين اللي يستاهلوا. التربية الغريبة دي خلت ديكستر يبقى سفاح منظم بدل ما يكون قاتل عشوائي. ديكستر مش شرير لأنه ولد نتاج صدمة لا يتحملها عقل بشر، لكن لولا اللي حصل لأمه قدامه ما كناش شفنا منه الوحش ده. باختصار، الحياة القاسية صنعت ديكستر بالشكل ده وحولته القاتل، لكن عنده مبدأ. الشخصية التالتة معانا هي هانيبال ليكتر. دكتور نفسي لامع وذكي جدا، ظهر في أفلام ومسلسلات. من بره إنسان مهذب ومثقف وعاشق للفن والأكل الفاخر، لكن جواه سفاح خطير وآكل لحوم بشر. الراجل سايكوباتي لأقصى درجة، ونرجسي وسادي، وبيستمتع بتعذيب ضحاياه بطرق راقية وغريبة. هانيبال ممكن يقتلك ويحطك في طبق شاي على العشاء لضيوفه ولا يتهزله جفن. لكن ايه اللي خلى عقلية بالعبقرية دي تنحرف كده؟ السر في ماضيه الاسود. وهو طفل اثناء الحرب شاف مجرمين بيقتلوا اخته الصغيرة قدامه بوحشية، وفي بعض الروايات بيقولوا انهم اضطروه ياكل جزء من لحم اخته عشان ينجو من الجوع. تخيل كمية الرعب اللي شافها. الصدمة دي حولته تماما. كبر وهو عطشان للانتقام وعنده فضول مرضي ناحية اللحم البشري. فعلا انتقم من اللي قتل اخته واكلهم، وبعد كده الموضوع بقى عادة عنده. اي حد يستفزه او حتى لمجرد التجربة ممكن يبقى وجبته الجاية. هانيبال طبعا ما اتولدش بياكل لحوم الناس، هو كان عبقري وموهوب، لكن الفظائع اللي عاشها خلال الحرب قتلت الإنسانية اللي جواه. أهوال الطفولة هي اللي صنعت الوحش اللي شفناه. قاتل متسلسل فريد من نوعه، بيستخدم ذكائه في جرائم بشعة ويفلت من العقاب لفترة طويلة. الشخصية الرابعة هي جون كرامر من سلسلة سو. جون كرامر المعروف بلقب جيكسو كان شخص ناجح جدا، مهندس عبقري متجوز ومراته حامل. حياته انهارت بسبب سلسلة مصايب. اكتشف انه عنده سرطان ميؤوس منه، وفي نفس الفترة فقد ابنه اللي لسه في بطن مراته بسبب حادث مأساوي، وهو ان مدمن هجم على عيادة زوجته وتسبب في اجهاضها. بعد الصدمات دي جون فقد الرغبة في الحياة تماما وحاول ينتحر بالعربية، لكنه عاش بعد الحادث ده. نجاته الغريبة خلته يحس ان في رسالة لازم يحققها.
والرسالة السوداوية اللي تبناها جون هي إنه يعلم الناس قيمة الحياة بطريقة مرعبة. اتحول لجيكسو اللي بيخطف أشخاص شايفهم مش مقدرين لحياتهم زي المدمنين أو المجرمين اللي فلتوا من العقاب، ويدخلهم في ألعاب موت. يصمم فخاخ معقدة ومؤلمة جدا، ويخير ضحاياه بين خيارين أحلاهم مر: يا يتعذبوا عذاب فظيع عشان ينجوا، يا يموتوا بطريقة بشعة. هو شايف نفسه عمره ما قتل حد بإيده، لأن الضحية عندها اختيار، لكن طبعا الحقيقة هي إنه مسؤول عن موت ناس كتير بطريقة غير مباشرة. جون كرامر ما كانش مولود سفاح ولا عنده اضطراب عقلي من صغره. اللي حصل له من مرض وخسارة زرع جواه هوس إنه يبقى الحكم على حياة الناس. الظروف القاسية واليأس دفعته لحافة الجنون، وخلته يتصور إنه بيصلح المجتمع عن طريق التعذيب والموت. خامس شخصية وهي شخصية لاف كوين من مسلسل يو. لاف ظهرت كشخصية محبة ورومانسية، لكن طلعت مجنونة وقاتلة زي جو أو يمكن أكتر. عندها هوس بالحب وغيرة عمياها بتخليها ممكن تعمل أي حاجة بدون تفكير، حتى القتل، لو حست إن حبها مهدد. شخصيتها اندفاعية ومزاجها بيتقلب بسرعة بشكل خطير جدا، ممكن نقول عليها بوردر لاين. لاف نشأت في عيلة غنية جدا لكن مفككة. أهلها أغنياء لكن مهملين، وأخوها التوأم فورتي كان ضعيف ومدمن وهي كانت دايما بتحميه. وهي مراهقة حصل موقف رهيب شكل حياتها. المربية اللي بتراعيه استغلت فورتي بشكل ما، فراحت لاف بدون تردد قتلت المربية عشان تحمي أخوها. أهلها استغلوا نفوذهم وغطوا على الجريمة وحملوها على فورتي المسكين. السر الفظيع ده فضل جواها لسنين. التجربة دي علمت لاف درس خطير جدا، وهي ان العنف ممكن يحل المشاكل. لما حبت جو جولدبرج طبقت نفس المبدأ. اي حد شافته تهديد لحبها او لعيلتها شالته من الطريق. قتلت ضحايا بدافع الغيرة وحماية عيلتها الصغيرة من غير ما تفكر، لكن لأنها متهورة ومش منظمة زي جو أخطائها كانت كتير وفي الآخر دفعت الثمن. لاف ما اتولدتش شريرة بطبعها، لكن غياب التربية السليمة والحدود خلاها تفقد البوصلة الأخلاقية. ومع صدمة كبيرة في مراهقتها، النتيجة كانت شخصية خطرة بتتصرف بدون وعي وبتأذي اللي بتحبهم بنفسها. آخر واحد معانا هو آرثر ميتشل المشهور بترينيتي كيلر من مسلسل ديكستر. ربنا ينتقم منك يا شيخ. آرثر عنده وجهين: قدام الناس راجل محترم ومتدين وعنده أسرة، وفي الخفاء قاتل متسلسل خطير لقبه ترينيتي، لأنه بيقتل 3 ضحايا في كل مرة بأساليب مختلفة لكنها مرتبطة ببعض. السر ورا الثلاثية الدموية دي هي طفولته المأساوية. آرثر وهو طفل حصلت له 3 فواجع ورا بعض. أخته الصغيرة ماتت قدامه في حادث في الحمام، بعدها أمه انتحرت قفزا من بناية، وأبوه أصبح عنيف جدا معاه فاضطر آرثر يقتله وهو لسه طفل. تخيل كمية الصدمات دي. لما كبر بدأ يكرر نفس المشاهد مع ضحاياه: واحدة تموت في بانيو زي أخته، واحدة تقع من مبنى عالي زي أمه، وراجل يقتله بمطرقة زي أبوه. وبفضل حياته المزدوجة قدر يتهرب من الشرطة لسنين. طبعا آرثر ما اتولدش شرير بالطريقة دي، هو نتاج مباشر لصدمات رهيبة كسرت عقله وهو لسه صغير. بدل ما يتعالج اختار يفرغ ألمه في الآخرين بنفس الأساليب اللي فقد بيها عيلته. سفاح خطير جدا عايش بوجهين، لكن لما تعرف قصته تقدر تفهم ايه اللي حوله لكده. لو رتبنا خطورة الشخصيات دي من الأكتر للأقل هنبدأ بهانيبال ليكتر. أذكاهم وأشرسهم، ممكن يقتل أي حد لمجرد المزاج وكمان بياكل ضحاياه. رقم 2 جون كرامر اللي هو جيكسو، عدد ضحاياه كبير جدا بسبب فخاخه القاتلة وألعابه السادية. رقم 3 آرثر ميتشل اللي هو ترينيتي، سفاح بيقتل أبرياء بدم بارد ولسنين طويلة قدر يفضل متخفي. رقم 4 ديكستر مورجان، قاتل محترف جدا لكن بيستهدف المجرمين بس، فتهديده للمجتمع أقل. رقم 5 جو جولدبرج، بيقتل بدافع الحب والغيرة، نطاق ضحاياه محدود حوالي الأشخاص اللي قريبين منه بس. رقم 6 لاف كوين، أقلهم خطورة، اندفاعية وضعيفة في التخطيط، وخطرها في إطار علاقاتها الشخصية غالبا. وفي النهاية كل الشخصيات دي رغم انها خيالية لكن بتورينا ازاي الشر ممكن يتكون من ظروف الحياة القاسية. كان معاكم ريكتر، اشوفكم في الحلقة الجاية، ولو عجبتكم الحلقة دي ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في الحلقة الجاية، ولايتس اوت.